الشيف حسن والشيف الشربيني هيعتزلوا الطبخ بعد الفيديو ده. انا لما قلت ان الشيف الشربيني والشيف حسن هيعتزلوا الطبخ بعد الفيديو ده ما كانتش مبالغه، ده فعلا حقيقه. مستحيل هتاكلوا طاجن لحمه بالطعام وباللذاذه دي غير من ايد الشيف رنا رضا وبس. نحن مميزون ونختلف عن الاخرون. شويه تكات هنتبعهم يا بنات هتفرق كتير في الطعم، واللحمه على فكره دايبه دوبان كده. اما لو هنتكلم عن الريحه فعلى فكره كانت واصله لكوكب المريخ، وفي ناس هناك من كوكب المريخ قالت لي ان الريحه واصله عندهم. انا كدابه؟ لا لا. انا فشاره؟ لا لا. لو اول مره بتشوفوني انا رنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه ونصلي على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ويلا حالا نبدا. حله رفعتها على النار، معلقتين كبار من الزيت. عندي هنا يا بنات كيلو لحمه مقطعه مكعبات متوسطه. عملت صدمه للحمه ومش هقلب يا بنات غير لما احس كده ان لون اللحمه اتغير من تحت. هبدا في الوقت ده ان انا اقلب عشان مش عايزه اللحمه تنزل العصاره بتاعتها. هديها تقليبه محترمه كده، وبعد كده هننزل بميكس من التوابل جبار، وهيكون عباره عن معلقه صغيره من توابل اللحمه، كزبره ناشفه، ملح حسب رغبتكم طبعا، فلفل اسود، واساسي معانا بابريكا بيفرق كتير. وخد معاكي بقى 4 حبايات كده من الحبهان، وورقتين 3 من ورق اللورا. يا سلام على الحبهان ده. هو طبعا اسمه حبهان بس انا بحب اهزر مش عارفه، مع اني دم تقيل شويتين 3 كده. يلا هقلب بقى اللحمه مع ميكس التوابل ده، اعطانا طبعا ريحه جباره. معايا هنا كمان 4 حبات كبار من البصل، ميكس من فلفل الالوان احمر اخضر اصفر، اشاره مرور هي. هقلب بقى اللحمه طبعا بعد ما تبلناها كده بميكس التوابل الرهيب ده والبصل، وميكس من فلفل الالوان. الفلفل الالوان لو مش متاح عندك يكفي خالص لو شطه خضراء، بس المهم يعني فلفل الالوان ده بينقل اللحمه دي في مكان تاني خالص. طماطميه كبيره كده مقطعها سلطه، يعني قطع صغيره يعني. 3 فصوص من الثوم مفرومين. ويا سلام بقى، عايزه اقولك ان الميكس ده بالرغم ان هو حاجات بسيطه جدا، يعني ما فيش حاجات من كوكب المريخ ولا حاجه، بس الخطوات دي لما نتبعها واحده بواحده كده بتدي طعم وريحه خطيره للحمه يا بنات. هنغطي بقى ونسيبها لمده 5 دقايق كده، هنلاقي بقى كل الخضار نزل العصاره بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. بس المهم نلتزم يا بنات بالخطوات. نشوح كده اللحمه الاول، وبعد كده نحط عليها التوابل ونشوحها تشويحه بالتوابل، وبعد كده هننزل بالبصل. البصل مقطعين قطع صغيره، وعلى فكره ممكن نقطعه شرايح جوليان كده، يعني حسب بقى رغبتكم مش هتفرق. وفلفل الالوان كمان يعني حاجه عظمه بجد. هنضيف بقى هنا كوبايه ميه من الحنفيه، ميه من الحنفيه عادي خالص، وهنديها تقليبه وهنغطي عليها ونسويها يا بنات على نار هاديه. ونبشرها كده او نبص عليها كل شويه وشويه. لقيناها شربت الميه بتاعتها ولسه ما استوتش، نزود نص كوبايه بنص كوبايه، ما تكتروش الميه كتير، شويه بشويه. هنا معاكي بقى اختيارات، ممكن تسوي اللحمه على فكره بشكل كامل على البوتاجاز وتدخليها بس الفرن تحمريها، وممكن من غير ما تحمريها، يعني ممكن تسويها على البوتاجاز وتقدميها عادي خالص من غير ما تحتاجي ان انت تدخليها الفرن. ممكن انت تسويها وتحطها في الطاجن تتحمر، بس ممكن تسويها نص تسويه. فمعاكي الاحتمالات كلها زي ما تحبي. انا هنا يا بنات بحب ان انا اسويها نص تسويه على البوتاجاز من فوق، وبعد كده بدخلها في طاجن في الفرن تكمل باقي التسويه بتاعتها وتاخد لون احمر كده من فوق. فاللي يريحك بقى يا كتاكيت اللي انتوا عايزينه. الفرن طبعا دلوقتي انا مشغلاه يسخن كويس قوي، بطفي من فوق وبشغل من تحت، بس بحط الطاجن على بطلع الشبكه خالص من الفرن، وبحط الطاجن يا بنات على قاع الفرن. اسيبه بقى لحد ما يستوي خالص، يستوي السوى الكامل اللي انا بحبه، وبعد كده بشغل الشوايه ياخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه ده يا بنات. وبنقدمه بقى جنب عيش، جنب رز، جنب رقاق، زي ما انتوا تحبوا، بس انا عن نفسي بعشقه مع الرقاق. عايزين بقى رز انتوا، عيش شامي، عيش بلدي، زي ما انتوا حابين. وتاخدي بقى احلى طاجن لحمه ممكن تكون اكلتوه قبل كده، تحفه، ريحته فعلا بجد يعني جميلة جدا. ميكس التوابل مع الحبهان ورق اللورا حاجة عظمة بجد. بتلاقوا اللحمة كده دايبة دوبان، وفعلا أحلى طاجن لحمة ممكن تكونوا أكلتوه قبل كده. أتمنى إن الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك للفيديو عشان هو ده اللي بيفتح نفسي إن أنا أنزل فيديوهات تانية جديدة. وأتمنى السعادة والتوفيق للجميع. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.